السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحكم، يا رب يبقى صباح جميل عليكم. وحشتوني وحشتوني بعد غياب طويل. هنزل لكم بحتة أكلة بقى جميلة، غدا سريع، طريقة جميلة. جبت الحلة معاكم اهو، وحطيت عليها حتة زبدة. هنعمل فراخ مسلوقة بس بطريقة لسه جديدة وأول مرة أعملها، فقلت أعملها معاكم، جميلة جدا. جبت بصلاية، نصها حطيته مع معلقتين زبدة عشان تديها طعم جميل كده زيكم، وهشوحها واخليها كده تصفر. طبعا انا محضره وراك، اللي عايز بقى يعمل فراخ كامله زي وراك زي ما انا بعمل كده. هصفرها كده تخليها طعمها سكر. انا بصراحه جربناها وكلناها، يعني كان اول مره اعملها. بدل السليق بقى والجو ده، غيري من اكلك، جربوها كده معايا وشوفوا كده هتعجبكم ولا لا. فانا هصفرها، فنصها بقى للفراخ والنص التاني هعمل بالمكرونه. حطيت بقى التوابل بتاعتي، معلقه بهارات، واحط مع 2 مرقه دجاج. هنحط بقى الفراخ مغسوله ونضيفها زي الفل ومتصفيه، نحطها كده تاخد لها تشويحه كده جامده جميله بحبه ملح. يعني الطعم في حته تانية، الشوربه هتبقى في حته تانية خالص. قولولي كده، انتوا عملتوها قبل كده؟ تعرفوا عنها حاجة؟ يعني عملتوها قبل كده او ولا اول مرة تشوفوها؟ فالواحد محتاج ان هو يغير، يعني تغييرات، مش الاكل اللي هو الروتين اللي هو مسلوق، مش عارفة محمر، مش عارفة مشوي. الحاجات دي كلها الواحد عملها خلاص. شوحناها معاكم كده، كل شوية اقلبها، بتدي لون جميل قوي كأنكم محمرينها بالظبط. ولا الطعم حكاية خطيرة بجد. فانتوا متعودين مني ان انا اعمل لكم كل حاجة جديدة وسريعة كمان وطعم جميل. فلأول مرة يشوفني يشترك في القناة ويعمل لي لايك وكومنت حلو كده منكم، عشان التشجيع، يعني اشجع ان انا اعمل لكم كل حاجة حلوة وجديدة بإذن الله. فانا اقلبها كل شوية، نقلبها الاول نار عالية، وبعد كده هنوطي عليها ونغطيها ونسيبها تستوي بقى زي ما انتوا هتشوفوا معايا. طلع حبة مية كده من الحنفية، مش سخنة ولا حاجة. يلا لايك حلو كده والاشتراك في القناة، عشان انزل لكم بكل جديد بإذن الله. فدي مية المكرونة بقى، حطيت مية المكرونة طبعا زي ما انتوا عارفين، وبحط لها معلقة ملح. ولما تغلي بحط المكرونة بقى، ايا كان بقى سباكيتي مقصوصة اي حاجة. فمع كل شعلة كده بعمل حاجة عشان اخلص على طول واطلع. طبعا غليت معانا الشوربة بمنتهى الجمال، دسمة كده عاملة زي الفراخ البلدي بالظبط. هي فراخ بيضة عادية. والمكرونة ناحية والبصلاية ناحية، فالدنيا كده تمشي وتبقى جميلة. ايه اخباركم في المدارس والجو الجميل ده؟ بقى خريفي خالص، حس ان في برودة كده، بس لما تيجي تشغلي المروحة تحس ان انت سقعانة ومتغطية، معرفش ازاي اللي التلاتة مع بعض. فخلوا بالكم بقى الايام دي، ان ربنا يا رب يشفي كل مريض في برد وتكسير في الجسم. خلوا بالكم، ربنا يا رب يشفي كل مريض. طبعا الحله دي بقى احط فيها اللي هي النص البصلايه. انا مقطعه بصله كبيره، احط بقى زبده سمنه، بس انا بحب بصراحه الزبده. السمنه مبقتش اعملها ادخلها البيت، مهدرجه بقى وطعمها مش حلو ومش مغذيه اصلا، ما فيهاش فايده. فممكن تعملوا بالزيت او بحته الزبده. بقلبها بقى كده لغايه اما تصفر، وبعدين احط كيس صلصه. انا عامله كيس الصلصه في الفريزر، بسبك كيس الصلصه واحطه في الفريزر اكياس زي ما انتوا متعودين مني. انا لما اجيب الصلصه بجيب الطماطم كميه كبيره وبعملها كده، بصلصلها
اهو ده كان اكلنا النهارده، المكرونه والوراك، بألف هنا وشفا. يلا استنوني فيديو جاي ان شاء الله، كل جديد معايا. باي باي، مع السلامه.